اشتقنا رمضان اشتقنا، صارت شهور مفارقنا. اشتقنا رمضان اشتقنا، صارت شهور مفارقنا. يا محلى الثوب بأيامه من نار الرب بيعتنا. يا محلى الثوب بأيامه من نار الرب بيعتنا. والله اشتقنا والله اشتقنا. صباح الخير، كيفكن؟ شو اخباركم؟ طمنوني عنكم، يسعد لي اوقاتكم يا احلى عائله بالدنيا كلها. معكم منار ورجعت لكم اليوم بفيديو جديد. اليوم اجيت على التيدي عشان بس صور لكم زينة رمضان، انه صايرين بنزلوا شغلات لرمضان بتجنن بالمحلات الالمانيه. فاول شيء اجيت على محل تيدي، وبعدها حروح على محل فولفورس. فهلا رح اعمل لكم هيك جوله وخبركم عن الشغلات الموجوده، بما انه هلا ضل تقريبا اقل من شهر لرمضان. فأول شي حنبلش بهدول، كتير حبيت صراحة، بتحطوا فيهم شموع. حفرجيكم الأسعار كمان، هاي ب3 يورو، لأن أنتو كتير بتحكولي إني سكري الأسعار. ففكرة كتير حلوة، بيشوفوا إنه هيك بتحطوا فيها شموع، بتحسوا إنه هي صار هيك فيها إضاءة، يعني بتنور. فكتير حبيت صراحة. في هيك شي كمان، هاي ب2 يورو بس هاي من دون شي، بس هيك منظر. بس هاي حبيتها، على الأغلب رح آخد منها. في هيك شي كمان، هلا ما بعرف اذا الصوت واضح ولا لا، بس انه بتعرفوا يعني عجقة، وحسيت انه اذا حكيت مباشرة على الفيديو اسهل بكتير. هدول كمان كتير حلوين، بتحطوا فيهم هيك انه حلويات او تمر. للتمر صراحة انا هي رح اخذها كمان، احس التمر بتجنن، كتير حلو خرج تمر هيك يعني. او فيكن تاخدوا مجموعة 3 مثلا وتحطوا فيهم مكسرات كمان. الوحدة سعرها 5 يورو، بس كتير حلوة عن جد وفخمة. هلا هي بلاستيك منا ازاز. ما تنسوا تحطوا لي لايكات من ايديكم الحلوين، عشان دائما هيك استمر معكم واصور لكم فيديوهات تستفادوا منها. واذا كنتوا اول مره بتشوفوني، شو ناطرين اشتركوا بقناتي وانضموا لعائلتنا، ويا اهلا وسهلا فيكم جميعا، بتنوروا. طبعا دائما بحب شارك معكم كل المشتريات، وكمان روتيني وطبخ وديكور. فاذا كنتوا اول مره بتشوفوني حتستفادوا كتير اذا كنتوا عايشين باوروبا بشكل عام. في هدول الصواني كتير حلوين، وفكرة لهديك كتير حلوة. مثلا أنا كمان رح أخذ شي مشان إنه أعطيه للأنسي بالكورس، فممكن أخذ لهيك شي. بس هي مكتوب علي عيد مبارك، على الأغلب رح أخذ منه وخبيه للعيد. رح أخذ أكيد منه. هي سعرها 3، فكرة لهديك كتير حلوة. بتحطوا فيها مثلا إذا بتحبوا قسم تمر، قسم شوكولا، شو ما بدكم حلويات بتعملوها انتو بالعيد. طبعا شوفوا كمان هدول استيكرات هيك، تعلقون اذا بدكم. في هيك شي كمان صحن على شكل هلال، 2 يورو، كتير حلو. عندي نفسه بس بلور. في هيك شي كمان الحلويات. بنيجي على هدول شكل هلال بضوي، كتير حلو على فكرة، وسعره 4 يورو. هذا كتير حبيته صراحة، كمان من الشغلات اللي كتير لفتت نظري. في حجم صغير وحجم أكبر، كتير حبيت. في هي كمان، بس ما بعرف شو هي، بس كمان نفس الشي، نفس الفكرة، بتحطوا فيها شموع. انه حلوة كمان هيك، مكتوب عليها رمضان كريم. هلأ في هي مكتوب عليها ايد. في هيك صواني، في كمان علب الحلويات. في هدول الصواني على شكل هلال. راح اذكر لكم انه كل الاسعار كمان عشان ما ياخذ وقت، بس مثل هي مثلا 4 يورو، وهي شكل هلال 6 يورو عن شكل هلال يعني. وهذا نفس اللي عندي اذا بتتذكروه بالضبط، سعره 5، جبته هديك السنة بس انا. في هي كمان فكرة كتير حلوة للتمر، حبيت صراحة. هذا كتير فخم، بس شو السعر؟ 4 يورو. كتير حلو عن جد، صاروا كتير عادي. في هي كمان كتير حلوة، وهي في هدول الشكلين، تحطوا محارم، مو لرمضان يعني، بشكل عام دايما حلوين صراحة. شوفوا، في أضوية بشكل ملون لأضوية،
كتير يعني أشكال، ما في داعي إنه فرجيكم، وأسعارها كتير بسيطة، 4 يورو، 2 يورو، 6 يورو. وفي هيك صواني كتير كبيرة وضخمة، وفي حجم صغير. حأعطيكم فكرة على الأسعار لأن هدول كتير فخمين. هي 10 يورو، هي أكيد أغلى. هي كمان شكلها كتير حلو، 3 يورو. بس هيك ديكور يعني ما فيها شي أضوية أو كذا. وكل سنة عن سنة عم بيطوروا أكتر. يعني مثلا السنة الماضية كان في مثلا كم قطعة، هلأ واو قسم كامل بس هيك لرمضان والعيد. أبدا ما كان في هيك شغلات بألمانيا أو أوروبا بشكل عام، بس هلأ هيك أنه تعلموا وخلص صار يعرفوا شو بنحب. وطبعا في هيك مثلا أنا السنة الماضية وقت أخذت هدية للأستاذ، جبت علبة مكتوب عليها رمضان كريم، حطيت فيها حلويات مشكلة وحطيتها بهيك مثل هذا، بس كان إنه حجم أكبر. فكمان حلوين هيك إذا بدكم تاخدوا هدايا. هي مكتوب عليها عيد مبارك، بتعلقوه على الباب. حلوة هي صراحة، هيك وقت يطلعوا الجيران ويشوفوكم حاطين بالعيد هيك معلقين على بابكم من برا، كتير حلو صراحة. رح أخذ منها هي كمان. هدول للمحارم هالسفرة برمضان، أو أديكم يعني مو شرط بس برمضان، هدول دائما يعني في كذا شكل. هدول كمان كتير حلوين، مجمع في كذا شكل كمان. بس حأعطيكم فكرة على الأسعار. هون ما في، بس هدول بلاستيك، وقت يكونوا بلاستيك عم خبركم هي ب4 يورو. طبعا في أغطية للطاولة، شوفوا كمان قلت لازم خبركم ب2 يورو. بتوقع في أكتر يعني، في شوفوا في هيك كمان أحس هيك أهدى وأحلى، لون الأبيض مع الذهبي. هي كمان نفس اللي عنده إذا بتتذكروا، حطيت فيها الشوكولا السنة الماضية، كتير حلوة هيك صفيت فيها الشوكولا. أو في هيك كمان، في هيك مجمع كمان صاروا 5 بلور زاز يعني. فبتوقع هون فرجيتكم أغلب الشغلات الموجودة بالتالي، وكتير حلوين صراحة، وخبرتكم شو أكتر شغلات حبيتها. جيت هلأ على الفولفور، صراحة حبيت كتير. هون في شغلات كتير حلوة ومميزة، حفرجيكم بعض منها. مثلا في هذا المج، ولا تحطوا فيه مي سخنة أو أي شي ساخن، بيطلع عليه كتابي ورسمي عيد مبارك، سعره 3.5. كمان فكرة لهدية كتير حلوة. هاي السنة الماضية أخذت منها حكاية لكم وحطيت فيها حلويات كمان، إنه حسيت فكرة حلوة. 4 يورو. في هيك شي كمان ما بعرف ليه هيك، إنه هالسنة كتير مهتمين فينا كتير، حتى عاملين لنا كتاب لرمضان. إنه عن جد هالسنة تعبانين كتير. شوفوا فرجيكم شو حاطين، حلو كتير تعبانين. انه مثلا انشطه للاولاد مشان تلون برمضان، تتسلى، تاخذوا لاولادكم بتسلوا هيك. رح اخذ لاولادي عشان يتسلوا برمضان ما يحسوا بالوقت وبيلونوا هيك. فكره كتير حلوه صراحه. رح اخذ 2 بس ما بعرف ليه في بس واحد هون، بس هلا اكيد حاسال اكيد في بالطرف الثاني. فرجيكم شو عجبني كمان كتير وعم فكر اني اخذه هديه. هذا المك مع غطا، سعره 7 يورو بظن هيك شي. عن جد كتير حلو. في لون أبيض كمان، أحس الأبيض أحلى. أنا من عشاق لون الأبيض صراحة أكثر من الأسود، فرح أخذ أبيض. في هيك شي كمان، هي كمان الأولاد بيتسلوا فيها. في كتير نشاطات. هي ضو يمكن أو هيك شي، ايه ضو. هي مجمع هيك طابقين. شوفوا الصواني، هي السوداء كتير حلوة، بلاستيك طبعا أكيد لازم أخبركم. 6 يورو. في أبيض منها كمان صراحة. كمان في كتير شغلات حبيتها بالفولفورس هيك. وهذا تحطوا فيه قهوة بالعيد أو برمضان ب 12 يورو.
صواني هيك صغيرة وكبيرة، كتير حلو صراحة. مهتمين هاي السنة كتير فينا، هذا كتير حبيته صراحة، بس للعيد. كمان هدايا مثلا عيد مبارك، كتير حلو. خلاص رح اخذ كلهم نفس الشي. اخذت اللون الثلاثة نفس الشي لاولادي بتسلوا فيهم برمضان. هلا تيم اكيد ما بيسونا ان بعده كتير صغير، عمره 6 سنين، بس مثل حمود ولولو انه 10 سنين وفوق بيصوموا اكيد، فبيمضوا هيك وقت بتسلوا بلونه. كمان شوفوا في مخدات، في هدول هيك كمان كتير حلوين، هدول كتير حلوين صراحة، كتير حبيت، عجبتني هي كتير انه الضوء منه وفيها. سعرها 12 يورو. في هي كمان 7 يورو، كتير حلو. في هيك شي، اكتبوا لي وين حسيتوا احلى، بالفولفورس ان شاء الله اكون عم اقول اسمه صح، بس انا بظن هيك بيقولوا فولفورس، في ناس بتقول فولفورت، ولا بالتادي. هلا انا حاليا بالفولفورس. في هيك كمان زينة، ستيكرات، حتى المعالق كمان حاطين لهيك تفاصيل انه بتخص رمضان، انه عن جد واو، كتير حبيت. اشتقنا رمضان اشتقنا، صارت شهور مفارقنا. اشتقنا رمضان اشتقنا، صارت شهور مفارقنا. يا محلى الثوب بأيامه، من نار الرب بيعتنا. يا محلى الثوب بأيامك، من نار الرب بيعتنا. والله اشتقنا والله اشتقنا. استني تيهل هلالك، والله اشتاقوا لك يا حبابا. مستني تيهل هلالك، والله اشتاقوا لك يا حبابك. اشتاقوا لجمعة صلواتك. وهلا بعد ما رجعت على البيت حابه افرجيكم شو هي الشغلات اللي اخذتها. طبعا شاركت معكم كل الشغلات الموجوده بالتادي وبالفولفورز. اخذت هذا، حسيته كتير حلو، عن جد كتير عجبني. بحطه هيك على الرف بالصالون، وحجمه كتير منيحه، فكره منه صغير ابدا، شايفين قد ايه حلو. واخذت هذا كمان، هذا طبعا حجمه اصغر، شوفوا الفرق هيك. هلا هذا مع اضاءه، حسيته كتير حلو وكيوت، شوفوا صراحه كتير حبيت. اكتبوا لي شو رايكم، اي واحد احلى، هذا ولا الثاني اللي من دون اضاءه. واخذت هي كمان شاركتها معكم، مكتوب عليها عيد مبارك، وعلقها على الباب بالعيد. طبعا كتير حلو هيك، نازل منها هيك شغلات. واخذت هي للتمر، طبعا فرجيتكم كذا موديل، بس اخر شي حبيت هي، طبعا بلاستيك لا يغركم، بس انه كتير حلو وكيوت، من فولفورز. هدول الشغلات كلها انه من فولفورز والتادي بس. واخذت هي كلمة رمضان، كتير حلو بصراحة. ما بعرف، هيك قلت بصمدها على الطاولة مثلا وقت تصور السفرة او شي. فيكم تعلقوا فيها شي من فوق هيك، او فيكم تشيلوا هدول، ممكن تشيلون، انا ما بعرف، بس انه الكتاب كتير حبيته، لون ذهبي من لون الزينة. واخذت هدول كمان كتير حبيتهم، على شكل هلال، بلاستيك طبعا، كلهم بلاستيك هدول، ما جبت بلور، يعني منزلين كتير شغلات بس انه كلها بلاستيك ما في بلور. صراحة كتير حبيتهم، فيني انه احط فيهم كب ني او هيك شغلات. جبت 2، جبت هدول كمان قلت بيلزموا 3 يورو الواحد. مثلا بحط فيه يبرة، شغلات تانية فيكم تحطوا فيهم حلو على فكرة، كمان بالعيد تحطوا فيهم حلو هيك على الطاولة، كمان انه منظرهم كتير حبيت. وهدول الزوارق للرز، حجمهم على فكرة كتير منيح وكبير. سعر الواحد 2 يورو ونص، صراحة كتير حبيتهم. هلأ من هاد ما لقيت إلا واحد ذهبي، بس فيه فضة كتير، بس أنا صراحة بحب الذهبي، صاير أكتر بكتير من الفضة، بس هو ذهبي بس ما واضح كتير على التصوير، فأخدته. ما كنت جيب فضة، بس من هدول لقيت كتير ذهبي، فجبت 2 شكل وردي. بظن سعره كمان هذا 3 يورو. فقلت حلوين هيك للرز، أو أقلب عليهم مثلا مقلوبة، أو كمان يبرة.
كمان بصير للحلو تحطون على الطاولة. المهم هدول هني الشغلات اللي جبتهم وكتير حبيتهم بصراحة. اكتبوا لي شو رأيكم. وبس والله ده كان فيديو اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم وتكونوا استمتعتوا فيه. اذا عجبكم ما تنسوني من لايكاتكم الحلوة فضلا وليس امرا. بعرف طولت عليكم بس قلت لازم شارك معكم زينة رمضان وشو في شغلات هيك منزلينها كتير حلوة بالمحلات. واكيد هلا راجعت لكم وحتشوفوا اكيد هلا اكلات طيبة لازم نجرب هدول الشغلات. فترقبوا هلا هيك طاولة برمضان تكون حلوة مع اكلات طيبة مع شغلات جديدة. فبس والله بشوفكم ان شاء الله بفيديو جديد. باي باي.